كشف الإعلامي والرياضي الجزائري حفيظ دراجي المعلق بقنوات بين سبور تفاصيل جديدة حول قضية مشاركة المنتخب العربي في شأن الجزائر، ويخص المقترح الجزائري لسلطات الرباط والذي أيده رئيسا الفيفا جياني أنفينتينو والكاف باتريس موتسيبي بالتنقل عبر شركة طيران أخرى إلى قسنطينة. ونشر دراجي على صفحته بموقع فيسبوك تعليقا جاء فيه: للأسف تشبث مسؤولو كرة القدم في المغرب بقرار السفر بواسطة الطيران المغربي المحظور فوق الأجواء الجزائرية، والذي حرم لاعبيهم المحليين من المشاركة في البطولة الإفريقية والمقررة بالجزائر، وفوت عليهم فرصة تسجيل نقاط على حساب الطرف الجزائري وكسب تعاطف الناس. وأضاف: كان بالإمكان الدخول عبر تونس مثلما فعلت من قبل بعثة المغرب المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكان بالإمكان قبول المقترح الجزائري الذي نقله رئيس الكاف إلى الطرف المغربي بالسماح له بالتنقل مباشرة من الرباط إلى الجزائر بواسطة طيران آخر غير محظور، وهو المقترح الذي أيده إنفانتينو البارحة.